يعني بما ان الفيديو له علاقه بموتيفيشن او بتحفيز، البس واستحمل وما تاخدش الكلام على قلبك. انت دلوقتي الناس كلها بتتريق على شكلك، والله بجد عارف ليه؟ عشان انت تخين، عشان شكلك وحش. انت هتمسك السيف ده وهتذبح الخروف ده والولد صغير. عارف ليه؟ لان انت مش راجل كفايه بينك وبين نفسك. اللي ما بيعرفش يرقص بيقول لك الارض معاك. Let's go. صباح الفل او مساء الفل على حسب انتوا بتشوفوا الفيديو ده امتى، واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم سيف الضغم فولف، والفيديو دوت هيبقى مختلف. ليه؟ لان احنا دايما بنقول لو انت في حاجه عايز ان احنا نتكلم عليها ما تنساش ان انت تكتبها في الكومنت سيكشن تحت. ولقينا ان ناس كتير بتقول يا ايفولف احنا عايزين تشجيع، احنا عايزين موتيفيشن، لان الظروف بقى اللي احنا بنمر بيها مش عارفين نوصل لحاجه في الفتنس، مش عارفين نوصل لحاجه معينه في حياتنا. فايا كان بقى، يعني بما ان الفيديو له علاقه بموتيفيشن او بتحفيز، البس واستحمل وما تاخدش الكلام على قلبك. والفيديو ده مش هيبقى حزق على قد ما هو حاجه الكلام بيطلع من قلبنا ليك. فايا كان الكلام اللي انت هتسمعه ما تتقمصش، ما تزعلش، ما تقولش اي حاجه من الاخر سلبيه، لان الفيديو ده من الاخر هو كلام. اعتبر ان احنا اخواتك، اعتبر ان انا اخوك، سواء انا اخوك الكبير او اخوك الصغير، بس دي حاجه من تجربه في حاجات كتير احنا مرينا بيها في حياتنا. يلا بينا، يلا. طبعا انت فاكر ان انا في الفيديو دوت هاجي واشجعك انت شخصيا، هقول لك كلمتين من الاخر، واقول لك انت اقوى وانت تقدر تعمل كذا، تقدر بقى توصل للشكل اللي انت عاوزه. بما اننا قناتنا ليها علاقه والشانل ليها علاقه بالفتنس، تقدر تعمل الشغل اللي انت عاوز تعمله او المشروع اللي انت عاوز تعمله، تبقى في العلاقه اللي انت عاوزها ايا كان. بس في الحقيقه انا مش هاجي اقول لك اي حاجه من الكلام ده. فلو انت شايف ان انا الفيديو ده هشجعك احنا كايفولف، فنصيحه الفيديو دوت مش ليك، لان الفيديو دوت هو كلام من القلب، وانا جاي من الاخر افوق كل واحد بيتفرج على الفيديو دوت. بس خليني اسالك سؤال كده قبل ما نبتدي. تفتكر الناس اللي وصلت لحاجه في حياتها وصلت ازاي؟ يعني تفتكر الراجل بتاع كنتاكي اللي احنا حاليا مقاطعينه عشان اخواتنا اللي في فلسطين، الراجل ده تفتكر وصل ليه وهو عنده 60 سنه؟ طب اقول لك حاجه تانية، تفتكر الراجل صاحب علي بابا، الراجل ده وصل ازاي رغم ان هو لما جه يقدم في كنتاكي قالوا له ان انت ما عندكش اي افكار، انت مش ذكي، انت ضايع في حياتك؟ طب خليني اقول لك حاجه، خلينا في المجال بتاعنا، تعالى كده خلينا في الفتنس. تفتكر بيج رامي وصل ازاي؟ تفتكر محمود الدره وصل ازاي؟ تفتكر كريس بامستد وصل ازاي؟ تفتكر ايا كان الشخص اللي انت بتفكر فيه دلوقتي اللي انت واخده قدوه في حياتك ده وصل ازاي؟ هل كل طبعا حاجه توفيق من عند ربنا وخطتك مكتوبه من اول ما بتتولد لحد ما بتموت، بس الناس دي وصلت ازاي؟ الناس دي كانوا مستنيين حد كل يوم يجي يحفزهم فيديو الموتيفيشن الساعه اللي انت بتقعد تتفرج عليه قبل ما تنام، او لما بتبقى محبط وبتتفرج عليه وبتسخن ساعتين، بتنام وتصحى وتلاقي ان مفيش اي حاجه حصلت من الموضوع ده. ليه؟ خليني كده احكي لك قصه. كان في يوم من الايام ملك في مملكه، وفي صبي او في ولد راح له وقال له انا عايز اتعلم ان انا احارب، عايز ان انا ابقى ناجح في الحته دي. فقال له تمام، قابلني بكره الساعه 6 في الصحراء. الولد راح للملك وقابله وقال له انت اول حاجه هتحتاج تعملها انت هتمسك السيف ده وهتذبح الخروف ده. والولد صغير، والولد خاف ان هو يعمل كده، فقال له انا مش هقدر اعمل. فقال له خلاص انا هاخد ممتلكاتك كلها ولازم تذبح الخروف. قال له انا مش هقدر اعمل كده. قال له طب خلاص اقول لك حاجه تانية، انا هاخد ممتلكاتك وممتلكات عيلتك بس تذبح الخروف ده. طب انا مش قادر، انا خايف، انا مش عارف اعمل ده، انا مش عايز اعمل ده. قال له طب خلاص انت لو ما ذبحتش الخروف ده انا هقتلك انت وعيلتك واخد ممتلكاتكم. قام الواد عمل ايه؟ قام ذبح الخروف.
وقعد يعيط. طب اشمعنى في دي؟ الملك قام جه وقال له انت لو هتعوز تنجح في حاجه وهتعوز تعمل حاجه لازم تبقى بالنسبه لك مساله حياه او موت، او خلتك تفتكر حاجه في حياتك او تفتح عقلك لحاجه معينه انت كنت خايف منها او ما كنتش واخد الخطوه فيها. هسالك سؤال، انت دلوقتي مثلا، انت دلوقتي الناس كلها بتتريق على شكلك، عارف ليه؟ والله بجد عارف ليه؟ عشان انت تخين، عشان شكلك وحش. انا بقولها لك بجيبها لك سكه ودغري. او انت رفيع، انت شبه الخله، ما جيتش حرفيا، ما تعرفش تدي لحد. لو شفت حد في الشارع وانت ماشي مع ايا كان، انت اول واحد هتتضرب واول واحد هتتكسر كمان. مش عارف توصل او مش عارف تعمل المشروع اللي انت عارف. او اقول لك حاجه تانية، لا سيبك من المشروع اللي انت مش عارف تعمله، مش عارف تتقدم لوحدك. هو فعلا ان انت معكش فلوس، انا مش هقول لك فلوسك على قدك، لا انت معكش فلوس، مش عارف تجيب الحاجه اللي انت محتاجها. هتفضل كده لحد امتى؟ يعني انت حتى مش عارف تعمل الحاجه الوحيده اللي باقيه لك، مش عارف تحسن من صحتك. والله يا كوتش انا مش عارف اروح الجيم، ده اصل انا ما عنديش وقت، اصل انا مش قادر. انا بص يا كوتش والله العظيم ما بعرف اكمل في الاكل، ما بعرفش الرجيم الدايت بتاعي ده ما بعرفش ان انا اكمل فيه. لان انت لان انت من الاخر ما عندكش مسؤوليه ان انت تقدر من الاخر تعمل حاجه لنفسك، مش عارف تعمل حاجه لصحتك يعني اللي باقيه لك مش عارف تعمل منها حاجه. يا اخي يعني انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. انت مش مكسوف من نفسك؟ طيب يعني انت بتتفرج على الفيديو، انت اتفرجت على الفيديو انت فاكر ان انا هشجعك؟ لا يا حبيبي، انا جاي اوريك ان انت مش عارف تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها، انت مش عارف. والله يا كوتش انا كل ما ببتدي الناس بتقعد تحبطني، كل الناس تقعد توصلي وتقول لي اعمل كذا وما تعملش وانت مش هتقدر وبتاع. بص يا حبيبي، بص يا باشا، انا عايز اقول لك حاجه، اللي ما بيعرفش يرقص بيقول لك الارض معوجه. هقول لك حاجه، انت لو ابتديت رحلتك في الجيم او في الفتنس مفيش حد من الانفلونسرز هيتريق عليك. لو ابتديت رحلتك في مشروع انت مفيش حد هيتريق عليك من الناس الرواد الاعمال. لو ابتديت رحلتك في حاجه ليها علاقه بالدراسه مفيش دكتور جامعي يجي يتريق عليك. اللي هيجي يتريق عليك هيبقى حد من الاخر هو ما جربش ده او مش عارف ده، او من الاخر تفكيره او طموحه على قده. يعني من الاخر كده انت اللي بيتريق عليك ده هو بيكلمك باللي هو شايف بتفكيره. انت بقى مش عارف تعمل كل ده، مش عارف تعمل كل ده ليه؟ ناقصك ايد، ناقصك رجل. طب اقول لك حاجه، احنا بنتكلم عن الفتنس. انت دلوقتي مش عارف تخلق يومين في حياتك تنزل تتمرن فيهم. والله يا كوتش انا وقتي مش عارف ايه، انا عيلتي مش عارف ايه، عيلتك ايه ونيله ايه وزفت ايه؟ انت بتعمل ده لنفسك، ده دي صحتك يعني، دي اللي باقيه لك. مع كامل احترامي ليك، انت مفيش حد باقي لك في الدنيا دي، انت الوحيد اللي باقي لنفسك. وصحتك دي الحاجه الوحيده اللي لما ان شاء الله ربنا يديك عمر كده يبقى عندك 60 70 80 سنه، دي الحاجه الوحيده اللي باقيه لك. عايز تفضل قاعد في السرير؟ وقبل اي حاجه الفيديو دوت ولا اعلان لكوتشنج ولا اي حاجه، ده كلام من قلب ايفولف ليك من الاخر حرفيا. مش عارف ان انت تعمل دي لنفسك، مش عارف ان انت تفكر او تاخد خطوه في الفكره اللي انت عايز تعملها. ليه؟ ايه اللي منعك؟ يعني فكر معايا، ايه اللي منعك؟ انت عارف الاسامي اللي احنا قلناهم في اول الفيديو؟ الاسامي دي كلها الناس دي قدرت ان هي توصل بعد توفيق ربنا، بس الناس دي عشان ما استسلمتش وفضلت مكمله وجربت مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين لحد ما وصل. هل الناس دي كانت محتاجه تحفيز من حد؟ يا حبيبي انزل الجيم، والله انت تقدر، ده انت خامه حلوه قوي في كمال اجسام، ده انت بص، ده انت هتقدر توصل. الناس دي كانت مستنيه الكلام ده، ماشي الدعم بينفع، بس هل اللي خلى الناس تقدر تعمل ده او تكمل في ده كلامنا؟ ده يا حبيبي الناس دي بتكمل في الحاجه دي لان الحاجه دي من الاخر هم بيحفزوا نفسهم ان هم يعملوها. التحفيز مش هيجي لك من اي حد، التحفيز مش هيجي لك من اهلك، التحفيز مش هيجي لك من حد انت واخده قدوه في حياتك، التحفيز مش هيجي لك مننا. التحفيز ده او الموتيفيشن ده حاجه انت بتطلعها من نفسك، حاجه بتبقى بينك وبين نفسك، حاجه انت فعلا عايز ان انت تعملها. انا عايز اروح الجيم، انت بتقول كده بس انت ما عندكش النيه. عارف ليه؟ لان انت مش راجل كفايه بينك وبين نفسك، انت مش عارف تاخد قرار بينك وبين نفسك تنزل تعمل حاجه لصحتك. عايز تحفيز؟ اتفرج على فيديوز كمال اجسام، هم دول اللي هيحفزوك، يعني هم دول اللي هيقولوا لك. انت بتتفرج عليهم وهم بيحفزوا نفسهم، انت كده هتتحفز. اقول لك حاجه شخصيه عني. انا كنت الشخص اللي انا دايما عايز ان انا اصلي، وبقول لنفسي انا عايز اصلي. ما ابتديتش ان انا اصلي بانتظام غير الحمد لله من 2.5 سنين بالظبط، لحد ما في حاجه في حياتي او موقف حصل خلاني ان انا ما اقدرش ان انا افوت فرص. حتى بص، انا من الاول للاخر انا بني ادم، انا بعمل كذا وكذا 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 وكل حاجه، بس انا من الاخر دي حاجه انا ما اقدرش ان انا ابطلها. ده بقى دي الحاجه اللي اتغيرت في دماغي، سويتش اتغير خلاني ان انا اكمل فيه. نفس الكلام هيبقى في هدفك في الفتنس، نفس الكلام في حاجه انت عايز تعملها في نفسك، للشغل، لحياتك، لمستقبلك. طب اقول لك حاجه، دلوقتي لو في حاجه حصلت لك في حياتك وانت راجل متجوز وعندك عيال، وحاجه شخصيه كده حصلت لك في حياتك، هتبطل شغل؟ لا يا حبيبي مش هتبطل شغل، لان انت بتاكل عيش مام، انت عايز تصرف على بيتك واسرتك وعيلتك وعايز تصرف على نفسك. هتوقف كل ده عشان حاجه شخصيه؟ لا،
لان انت تحت ضغط، انت مضغوط، والحافز بتاعك ان انت عايز تعيش وتعيش عيلتك. وما زلت بعد كل ده انت مش عارف ان انت تعمل حاجه صغيره قد كده لنفسك، مش عارف ان انت تحسن من صحتك، مش عارف ان انت تعمل حاجه انت نفسك ان انت تعملها، عشان انت من الاخر انت مش راجل كفايه بينك وبين نفسك ان انت تقول انا مش جاهز ليها. انت بتقول مش بتعمل، والمثل بيقول لك الرجال افعال لا اقوى. بوم، ده قبل اي حاجه كده. ايفولف، احنا مش بنقول ان احنا انجح ناس في الدنيا ولا اشطر ناس في الدنيا، بس ايفولف الحمد لله بعد ربنا نجحت عشان احنا من 2017 لحد دلوقتي ما استسلمناش وفضلنا مستمرين بقالنا 7 سنين لحد دلوقتي. الاستمراريه، عايز ان انت تتحفز، التحفيز ده مش هيجيلك ولا مني ولا من اهلك ولا من اي حد، انسى الكلام ده خالص. انا مش جاي فعلا اقول لك كلام لايف كوتش. طب اقول لك حاجه تانية، يعني احنا شخصيا لما ابتدينا ايفولف كميه الناس اللي كانت بتحبطنا او كميه الطاقه السلبيه اللي كانت بتوصل لنا، انا فعلا ولا انا ولا عبد الرحمن نقدر نعدها. هل من الاخر سمعنا للناس دي، ولا هل احنا من الاخر كن في حافز بيننا وبين نفسنا كده ان احنا عايزين نكمل في الحاجه دي؟ الطريقه المسرح اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، لا انا الحافز بتاعي ده بيني وبين نفسي ان انا عايز اكمل. مع كامل احترامي لاي حد، انا مش بعمل ده عشان ولا عشان كوتشنج يزيد ولا عشان ايا كان الحاجه، احنا بنعمل ده من الاخر عشان نفسنا. احنا بنعمل ده عشان لما نيجي 5 سنين قدام ونيجي نبص على الحاجه دي نقول يا ده احنا عملنا كذا، والحافز بتاعنا والهدف ده قدرنا ان احنا نوصل له. طب ليه ما تبقاش انت الشخص ده؟ ليه؟ فكر بينك وبين نفسك. انا مش عارف بصراحه اقول لك ايه، ومش عارف ايه اللي مخليك دلوقتي قاعد لحد دلوقتي مش عارف توصل للحاجه دي. اقول لك حاجه، في مقوله بتقول لك لو انت ماشي في طريق ومش لاقي هدف او مش شايف اخر الطريق، حرفيا انت هتمد لايه؟ هتمد لايه؟ انت ماشي في سراب وعايش حياتك في سراب، هتمد تكمل تروح فين؟ انت مش شايف اصلا الطريق ده، انت شايف كده ظل قدامك، شايف شبوره قدامك، ومش عارف تحفز نفسك في حاجه صغيره، مش عارف تعمل الحاجه الوحيده اللي باقيه لك. بيتريقوا عليك انت تخين، بيقولوا لك كذا، انت معكش فلوس كفايه، بيقولوا لك مش عارف ايه، انت ما عندكش ثقه في نفسك ان انت ترد او تعمل كذا او تعرف تتكلم. ايه تاني اللي فاضل لك؟ محتاج تحفيز من مين؟ فيديو تحفيز يولع، فيديو التحفيز اللي هيشجعك ساعه وتنام تصحى تبقى زي ما انت، ده هيفيدك في ايه؟ التحفيز ده بيجي من جواك. اتمنى ان انت من الاول والاخر لو عندك هدف في حياتك توصل له. انا مش هقدر اقول لك توصل له ازاي، لان من الاخر انت الوحيد اللي هتعرف، ولا احنا ولا عيلتك ولا ايا كان الشخص. في ناس هتساعدك في الطريق 100%، بس ان انت تبقى عندك الحافز وتصبر وتكمل وتستمر، دي بره عننا كلنا، دي بتاعتك. واتمنى لو انت اتضايقت من الفيديو ده تاخده بطريقه ان انت تفوق فعلا، ولو انت ماشي في طريق كويس احييك وشابوه وبرافو عليك، واتمنى ان انت تكمل في ايا كان اللي انت بتسعى له في حياتك. واتمنى ان كمان سنه، سنتين، 3، 4 عليك بترجع على الفيديو ده وتكتب كومنت وتقول ان انت قدرت ان انت تعمل كذا او كذا او كذا في حياتك، ايا كان الهدف اللي انا ما اعرفوش، وممكن يكون في ناس كتير ما تعرفوش وانت الوحيد اللي تعرفه. كان معاكم سيف الضوء من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.